ادعي، ادعي كتير، ادعي كتير واطلب منه. الله عز وجل يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، فقل له يا رب اختارني انا عايز اتوب. تضرع له، ولكن تكون صادق. كلام ابن القيم جميل نختم بيه، يقول الدعاء من اقوى الاسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب. كلام قمة في الروعة. ولكن قد يتخلف عنه اثره، ممكن ما يستجبش. ليه؟ قال اما لضعفه في نفسه، اما عشان خاطر هو ضعيف في نفسه. يقول اما لضعفه في نفسه بان يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان. يعني واحد بيدعي مثلا ايه على حد مثلا ربنا يخرب بيته ويكحمه مطرح ما هو قاعد، يعني ده دعاء اصلا انت بتطلب من ربنا شر، تمام؟ فده لا يستجاب. فده واحد. 2، واما لضعف القلب وعدم اقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو. يعني هو بيدعي رب اهديني وارحمني واغفر لي واكرمني واحفظني واكرمني واحفظني واكرمني واغفر لي واهديني واهدي عيالي ووفقني في شغلي يا رب، وفلوس كتير يا رب، فلوس كتير وبتاع، ويا رب واكرمني واحفظني واهديني وتوب عليا، وفلوس كتير يا رب، فلوس كتير، وزوجة يا رب، زوجة حلوة قوي يا رب، واحكرمني واحفظني واهديني وبتاع. هو كده يعني، فاحفظني واهديني ودخلني الجنة مع النبي. اغنية يعني زي الناس اللي بتلبي كده، لبيك اللهم لبيك لبيك. هو قاعد ايه ساعات كده، يبقى واحد ايه كده يعني بيجري عليها، بيجري عليها ولا حاجة، تمام؟ وفي واحد ابنه بيعمل عملية جوه دلوقتي، وهو نازل يصلي في المسجد عبال ما يطلع، بيقول له ايه بقى ربنا؟ عايز تتوصف؟ هيبقى بيقول له ايه؟ يا رب قومه لي بالسلامة، يا رب يا رب يا رب ده ابني. يعني ممكن يقول كده بس، يا رب ده ابني، يا رب يا رب يا رب انا مش قادر، يا رب بلاش في حياتي، يا رب انا مش هقدر على دي، يا رب قومه لي بالسلامة. هيكون بيقولها ازاي؟ من جوه، طالعه من جوه. هو ده القوة، هو ده القوس الرخو والقوس القوي. عرفتوا ليه ممكن لا يستجاب رغم ان هو حاجة حلوة؟ بس عشان بيتقال كده، يا رب اهديني، يا رب توب عليا كده يعني، فما بتوصلش. فدي الحاجة التانية. التالتة، واما لحصول المانع من الإجابة. في مانع بقى يخلي اصلا الدعاء ده يستجاب، من اكل الحرام ورين الذنوب. ان هو بياكل حرام، بيلبس حرام، بيشرب حرام، بيتغذى بالحرام، فأنا يستجاب لذلك.